السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا جماعة. آآ كُلّنا بنسأل إيه اللي بيحصل لمنتخب مصر، وليه الأداء الباهت والأداء الهزيل اللي إحنا طول تاريخنا ما شُفناهوش في منتخب مصر. كُنّا دايمًا إحنا أبطال أفريقيا 7 مرّات، كُنّا دايمًا أي فرقة أو أي منتخب بيلاعب منتخب مصر بيعمل له ألف حساب، لإن ده منتخب مصر. كان عندنا لعيبة وتاريخ كبير في الكرة الأفريقية، وحتى في الكرة العربية، اللي هي دلوقتي مستواهم زي ما إحنا شايفين اتقدّم واتطوّر بطريقة وإحنا لسه زي ما إحنا. إيه السبب؟ وليه اللي خلّانا نرجع بالمستوى للطريقة ديّة وللدرجة دي؟ الناس كلّها بتسأل فين منتخب مصر؟ فين منتخب مصر؟ هل معقول بلد 120 مليون مش عارفين يطلّعوا 20 لعيب يقدروا يحملوا فانيلة منتخب مصر؟ سؤال غريب. أكيد لأ، أكيد لأ، أكيد لأ، وأنا واثق وكل الناس اللي بتفهم كورة وبيلعبوا كورة واثقين إن في مصر لعيبة تستحق إن هي تكون موجودة وإن هي تمثّل منتخب مصر. فلو اتكلمنا بصراحة عن اللي بيحصل، هنقول اختيارات عشوائية، مجاملة في الاختيارات، ما فيش تنسيق أو ترتيب أو plan معمول لمدة طويلة، عشان بجد نشوف منتخب مصر في مكان تاني وحتّة تانية زي منتخب المغرب. منتخب المغرب يا جماعة من تقريبًا 4، 5 سنين أو 6 سنين، أعتقد كان منتخب ما كانش ليه أي وجود. كان دايمًا خروج من بطولة الأمم، خروج من تصفيات كأس العالم. ما إزاي الطفرة والتطوّر السريع اللي حصل لمنتخب المغرب؟ ما تشوفوا يا جماعة، ما تشوفوا المغرب عملت إيه، ونبدأ ننفّذ زيّهم. لكن إحنا للأسف، للأسف طول ما إحنا بنفكّر تفكير رجعي وقديم، مش ما فيش الكرة المصرية مش هتتقدّم في أي حاجة، مش هتتقدّم ولا هتتطوّر في أي حاجة. أولًا الاختيارات، يعني ما إحنا دلوقتي بنتابع كُلّنا بطولة العرب وشايفين شايفين الأداء، لإن الكابتن حلمي طولان بدل ما يدّي فرصة للشباب أو يشوف لعيبة جديدة ويطلّع لعيبة جديدة ولعيبة عندها حافز وعندها قدرة، لأ إحنا بنرجع لورا. إحنا بنلاعب النني والسولية اللي المفروض الناس دي خلاص يعني أنا مش فاهم خبرة إيه، خبرة إيه اللي بيتكلّموا فيها؟ أنا مش شايف أي خبرة في الملعب ومش شايف أي أداء ومش شايف أي إضافة بيعملوها للمنتخب. بالعكس، بالعكس، ده هم سبب عجز المنتخب المصري، عجز في نقل الكورة من الدفاع للهجوم. عاملين ثغرة كبيرة جدًا ومساحة في وسط الملعب، مش قادرين يسدّوا بين الدفاع وبين إن هم يعملوا هجمات مرتدة للمنتخب المصري. طَب إحنا هنفضل لحد إمتى كده يا جماعة؟ لحد إمتى بجد؟ لحد إمتى؟ وبعدين أنت في ناس كتير، الناس الكورة دي حياتها، الناس دي بتتنفّس كورة في مصر. يعني إحنا يوم ما المنتخب بيحصل حاجة أو بنلاقي الأداء، إحنا على فكرة مش مشكلة عندنا ال أي منتخب في العالم بيتغلب، أي منتخب بيتغلب، لكن في منتخب بيتغلب يكون أدّى ولعب كورة وحظه إن خلاص الكورة دي الأجوان دي توفيق من عند ربنا، جات أو ما جاتش هي توفيق من عند ربنا. لكن إن ما فيش أداء،
إحنا مش شايفين دفاع، مش شايفين خطة، مش شايفين بيلعب إيه والّا بيهاجم إيه، والّا إحنا مش فاهمين أي طريقة، إيه الطريقة اللي إحنا بنلعب بيها، إيه الطريقة اللي إحنا بنلعب بيها، إيه الطريقة اللي منتخب مصر بتلعب بيها. ده اللي إحنا نفسي نفهمه، والسادة العباقرة السيد الكابتن حلمي طولان والكابتن العميد كابتن حسام حسن، اللي أنا بصراحة برغم إن أنا كنت من المؤيدين جدًا إن هو يمسك المنتخب، لكن أعتقد إنه ما يبشرش بأي خير بجد. أداؤه باهت، ما فيش تجديد للعيبة، آآ خطط. أعتقد إن هو بيلعب بطريقة الجوهري، يعني هو واخد فكر الجوهري إن هو أهم حاجة عنده إنه ما يتغلب، هو أهم حاجة ما يتغلبش، مش شرط، المهم يتعادل، المهم ما يتغلبش، وفي الآخر بيتغلب. الجوهري فضل كان نفس الطريقة دي، دفاع، 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 وتمثيل مشرف ودفاع، وفي الآخر ما كانش في أداء. اللي هو يمكن أحسن فترة إحنا شُفناها للمنتخب بأمانة، ده هي فترة الكابتن حسن شحاتة وأبو تريكة ومتعب وأحمد حسن، فعلًا كنا بنقدّم كورة، كنا بنقدّم كورة وبنكسب، مش كورة بس، يعني بنقدّم كورة وبنكسب، وكنا بنلعب قدّام أي فرقة، أي منتخب كان بيعمل لنا حساب. وأعتقد برضه الجيل اللي قبله كان، يعني أعتقد كان في عبد الستار صبري وحازم إمام. فين يا جماعة المواهب دي، فين المواهب دي؟ معقولة إحنا في الدوري المصري كام لاعب، ما يعني لعيبة كتير في مصر، ما فيش عبد الستار صبري، ما فيش حازم إمام، ما فيش المهارات اللي ممكن تنقل الهجمة من الوسط للهجوم. إزاي؟ فين يا جماعة، فين المهاجمين، فين المهاجمين؟ إحنا منتخب مش ممكن، إحنا ما فيش خالص. إحنا يمكن كأس العرب ده وضّحت إن الفرق كلّها بتأدّي كورة، كل المنتخبات بتلعب كورة إلا إحنا، إلا إحنا. ما فيش أداء، ما فيش فرص، كورة بطيئة، كورة عقيمة، كورة قديمة. نفس اللي حصل مع حلمي طولان هو اللي حصل مع أسامة نبيه في كأس العالم، نفس الأداء ونفس إحنا طول ما إحنا في خوف وفي دفاع كتير، وفي لعب اللي هو يعني أنا أتعادل بس ما اتغلبش، غلط، ما ينفعش، ما ينفعش، الفكر ده لازم يتغيّر. الفرق كلّها دلوقتي، إحنا شُفنا المغرب دلوقتي، المغرب بتكسب أسبانيا وبتكسب البرازيل وبتكسب الأرجنتين في النهائي، ورابع كاس عالم في قطر، ومنتخب بيلعب بشراسة هجومية. ومش المغرب بس، إحنا عندنا الجزاير، شُفنا الجزاير برضه منتخب قوي مش سهل. المنتخبات دلوقتي كلّها بيعتمدوا على الكرة السريعة والخطط وسرعات في اللعيبة. مش هاجيب لعيبة مع يعني مع احترامي لياقتها أو سنها كبر وهاقوّمهم بدور مش هيقدروا يأدّوه، وهي دي سبب المشكلة. إحنا يا جماعة تعبنا بجد، أداء باهت. يعني سواء منتخب اللي مع كابتن حلمي طولان أو منتخب مع حسام حسن، أداء باهت، أداء باهت ما يليقش بمنتخب مصر، لأ أبدًا، أبدًا. يعني أنا مش عارف يعني إحنا مستنيين إيه، مستنيين إيه؟ إحنا مستنيين لمّا تحصل الكارثة ونخرج وتكون نتيجة بفضيحة، ونبدأ نتكلم بقى ونقول لأ ده غلط، ده ليه، ليه، ليه؟ ما إحنا الموضوع في إيدينا. نتكلم مع الناس دي، يا إما يغيّروا الفكر اللي في دماغهم، ييجوا يشوفوا لعيبة جديدة، يضخوا دم جديد في المنتخب. يعني أنا مش يعني في منتخب رايح كاس عالم بطولة ما عندوش غير باك يمين محمد هاني. يعني محمد هاني ده لا قدّر الله اتصاب أو حصل أو مش في مستواه، يعني كذا إيه الحل يعني، إيه الحل؟ خلاص نلعب من غير باك يمين، نلغي باك اليمين ده خالص؟ يعني ده منطق؟ ده منطق في الكورة؟ ما تجهّز 1 و2 و3، ما كان محمد هاني، وجهّز وشوف نُص الملعب لازم يبقى في ربط بين الدفاع والهجوم، ويبقى في حد سريع ينقل الكورة من الوسط للهجوم، يبقى في شكل هجومي. يعني بجد مش ممكن. إحنا وصلنا للمجموعة مش عارف أقول إيه يعني، جيبوتي وموريتانيا وأثيوبيا وبوركينا
منتخبات يعني أي منتخب مكاننا هيوصل، ما أعتقدش إنها كانت بقت فضيحة يعني. يعني إحنا فضيحة لو خرجنا، إحنا لو معانا فرقة زي الكونغو، فرقة زي الكونغو إحنا ما كناش مش هنكمل بالمستوى ده، ما كناش وصلنا بالمستوى ده. لكن إحنا بنتكلم إن إحنا خلاص ربنا كرمنا وصلنا كأس عالم، مجموعة كأس العالم معانا. إحنا طبعًا اتفاجئت برضه إن المجموعة سهلة، وإن المجموعة إحنا ده في إيدينا، لأ المجموعة مش في إيدينا، ده إحنا لو بصينا بالمنطق إحنا المجموعة مش في إيدينا، إحنا المجموعة يمكن إحنا أقل مستوى من إيران وبلجيكا. يعني إحنا لو اتكلمنا في المنطق وإن إيران دي كل كأس عالم بتلعب متواجدة في كأس عالم وبتعمل نتايج، وأعتقد كسبت أمريكا قبل كده في كأس عالم وبتعمل نتايج وكرة هجومية، ما أعتقدش إن إحنا ممكن نسد قدام إيران أو هنلعب كرة قدام إيران بالمستوى ده، أو هنلعب كرة قدام بلجيكا بالمستوى ده. نيوزيلندا يمكن مش معروفة قوي، لكن نيوزيلندا برضو لو لعبت بنفس المستوى بتاعها احنا ما نعرفوش وممكن تبقى اقوى مننا، هتتعبنا لو في كرة سريعة وعندهم مهارات هتتعبنا. يبقى ليه بقى احنا المستوى واحنا خلاص دي المجموعة دي بتاعتنا، ده احنا كسبنا بلجيكا قبل كده. لا احنا كسبنا بلجيكا قبل كده ودي، لكن الودي غير كأس العالم. وبعدين بلجيكا في لعيبة بتتطور، يعني انت ما في ماشي اوكي احنا هازارد خلاص اعتقد اعتزل، آه، اللاعب بتاع مانشستر سيتي، آه، مش فاكر اسمه، اه المهم ده برضه سنه كبر، لوكوكو خلاص اعتزل. فبلجيكا اكيد في لعيبه جديده، في لعيبه جديده وهتظهر وهيظهروا في كاس العالم وهيبقى مستواهم قوي جدا. احنا بنعتمد على ايه؟ انا مش فاهم. احنا رايحين كاس عالم، احنا معتمدين على ايه ومع مين؟ احنا عايزين نفهم. المهم احنا بنتكلم، واتمنى للكره المصريه بالتوفيق، وبنتمنى ان احنا بكره نقدم مستوى يحسن صورتنا اللي ظهرت في كأس العرب، ونقدم مباراة قوية. وأعتقد يعني حلم طولان أنا في حاجات كتير أوي المفروض تتقال، لعيبة كتير المفروض كانت اتاخدت. أنا مش فاهم اللعيبة دي، لا هم راحوا هنا ولا راحوا هنا وقاعدين أنا مش فاهم يعني زلاكا ده ما يروحش ليه؟ أحمد عاطف قطة، في لعيبة كتير أوي، لعيبة كتير أوي. ناصر ماهر المفروض كان راح، كان بقى منتخب دلوقتي، كان ساعد، كان هو اللي هيساعد كتير أوي في نقل الهجمة من الدفاع للهجوم. يعني يا جماعة احنا بنعمل حاجات بجد غريبة، وبنخلي يعني أنا مش فاهم هل هل الأهلي حاليا والزمالك وبيراميدز، هل هم أولى من منتخب مصر؟ لا طبعا. احنا طول عمرنا الدوري بيتلعب علشان خاطر منتخب مصر، عشان نطلع لعيبه لمنتخب مصر. يعني انا اهلاوي وطول عمري بشجع الاهلي، بس انا ما مش هفرح الاهلي زي ما بفرح لمنتخب مصر لما بيكسب. ده طبيعي، اعتقد كل اللي بيشجع كوره وبيفهم كوره المفروض يبقى عارف كده. فاتمنى ان احنا الاعلام يكون له دور ويتكلم بصراحه، وبلاش كلام اللي هو انا يعني ده إحنا أصحاب وفي بقى مصالح لأ، دي كورة وده شكلنا إحنا قدّام العالم وقدّام المنتخبات، ويكفي إن إحنا أسوأ أداء في كأس العرب وأط ومس يعني الواحد مش مستبشر خير في بطولة الأمم الأفريقية، لإن برضه الأداء برضه مش اللي هو اللي يطمّن يعني. إحنا اتغلبنا من أذربيجان و واتعادلنا بالعافية مع كاب فيردي في بطولة في الإمارات، ودي مش فرقة يعني دي ما هي أي فرقة هتلاعبنا بالطرق زي أذربيجان دي هتتعبنا. فإحنا إيه الحل؟ إحنا هنلعب، إحنا إيه دورنا وإيه طريقتنا؟ إحنا بنلعب إيه؟ بنلعب إيه؟ أهو يا جماعة في كلام كتير، وبكرة هيبقى في فيديو تاني هنتكلم فيه عن مباراة مصر والأردن. نتمنى إن شاء الله التوفيق للمنتخب المصري، وبنتمنى التوفيق للكرة المصرية عامة، وأتمنى تفعلوا الجرس و
ويتشاهدوا الفيديوهات، وإن شاء الله فيديو قريب إن شاء الله، وكلنا نتمنى نشوف منتخب مصر في أحسن حال، وإن شاء الله خير. في كلام كتير هيتقال. السلام عليكم.